أهلا بكم. لا أظن أن فيه مراقبة خاصة لهذه المناورات لسبب وحيد، وهو كما قال الضابط المغربي السابق، وهو أن هذه المناورات تجرى منذ سنوات، وهي تدخل في إطار المناورات التي يجريها الجيش الأمريكي في المنطقة. وحسب المعلومات التي نمتلكها، فالقائد الأفريكوم الذي زار الجزائر مرارا وتكرارا كما زار الرباط وتونس وعواصم المنطقة قد كان حاول أن يقوم بذلك مع الجزائر، لكن السلطات الجزائرية لحد الآن لم تعلن ذلك بطريقة علنية. وهناك مناورات في بعض الأحيان بين الجيش الجزائري وجيوش الناتو، وخاصة البلدان المتواجدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لكن أظن أن مناورة الجيش المغربي تدخل في إطار بعض استراتيجي مع الولايات المتحدة، وهي معروفة بأن الولايات المتحدة تمتلك القواعد في المنطقة وخاصة في المغرب منذ سنوات. نعم. سيد علي بوخلاف، صحفي في جريدة الوطن، شكرا لك. في من الرباط سيد محمد قديد، الإطار الأمني المتقاعد والخبير في القضايا الأمنية. سيد محمد قديد، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة هذا المساء. ماذا عن هذه المناورات؟ أين تنفذ وما هي طبيعتها؟ يا مساء الخير أولا أخي بالطفة. فهذه المناورات تجري منذ سنوات كشريك المغرب إلى الولايات المتحدة، ونحن نعلم أسباب النزول لهذه المناورات. منذ 2007 تأسست أفريكوم كنتائج لما تعرضت إليه الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. ما الهدف من هذه المناورات تحديدا مع الجيش المغربي؟ يعني إلى أي مدى يمكن للمغرب أن يستفيد من هذه المناورات الجارية؟ بطبيعة الحال نحن نعلم الآن أن الولايات المتحدة لها العزم في محاربة الإرهاب، والمغرب دخل كشريك كذلك سواء إلى الاتحاد الأوروبي أو لدول عظمى منها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. ونعلم كذلك أن هذا الإرهاب في الإدارة الحالية للولايات المتحدة يأخذ إرادة قوية نحو تفتيته. ونعلم كذلك أن هناك حرب في العراق وخاصة في الموصل وفي سوريا، وانتقلت كذلك إلى ليبيا الشقيقة، وتعرضت تونس كذلك الشقيقة إلى ما تعرضت إليه أثناء بنائها الديمقراطية الفتية. الآن الإرهاب أصبح هاجس الكل سواء في إفريقيا أو في أوروبا أو في الولايات المتحدة نفسها. ونحن كذلك لنا علاقات متنوعة سواء مع الصين الشعبية أو روسيا. وكذلك نقول الآن أن الولايات المتحدة بما عودتنا على هذه المناورات منذ سنوات تقوم بشراكة مع المغرب ودول أخرى من السنغال وتونس، وكذلك أن هذا المد في الإرهاب يوجد في دول جنوب الصحراء، منها مالي ومنها كذلك بعض الدول الإفريقية ومنها الصومال سابقا. فالحدود المغربية ولا إفريقيا ولا دول جنوب الصحراء هي معرضة لأكثر من أي وقت مضى إلى هذه الجماعات المتطرفة، وخاصة أن هناك تفتيت لما يسمى بدولة الخلافة في بعض بؤر النزاع. وبالتالي فإن هذه التجربة الآن قوية للمغرب في أن يكون شريكا في محاربة الإرهاب ومراقبة
كذلك مسالكه، ونحن نتمتع والحمد لله بواسطة هذا الجيش المغربي من النخبة وغيرها من الجنود بأمن واستقرار داخل سيادتنا الوطنية. أنا أشكرك جزيل الشكر على تلبية دعوتنا هذا المساء سيد محمد أكديد، الإطار الأمني المتقاعد والخبير في القضايا الأمنية، متحدثا من الرباط. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بالبيت الأبيض الشريفة للا جمالة التي قدمت له أوراق اعتمادها كسفيرة للملك محمد السادس بالولايات المتحدة الأمريكية. وأعربت الشريفة للا جمالة للرئيس الأمريكي عن التقدير الكبير واحترام الملك محمد السادس، وأكدت في هذا الصدد على أن البلدين اللذين تجمعهما أقدم معاهدة صداقة لا تزال سارية في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية، عاملة على تضافر جهودهما عبر التاريخ من أجل تعزيز القيم المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية والسلام والتسامح، مشيرة إلى أن هذه السنة تصادف الذكرى السنوية 240 للتبادلات الدبلوماسية بين الرباط وواشنطن. مساء الخير حكيم. يعني عاد التوتر من جديد ليطفو على العلاقة بين المغرب والجزائر. هذه المرة كان بسبب مجموعة من المهاجرين السوريين الذين حلوا بالمنطقة الحدودية التي تسمى فيجيك، مدينة شرق المغرب تسمى فيجيك، والمغرب يتهم الجزائر بمحاولة طردهم إلى المغرب، والجزائر بدورها تعتبر يعني تلقي باللائمة على المغرب. المغرب يعني استدعى السفير الجزائري واحتج عليه، واعتبر أن هذه المنطقة ووعورة التضاريس والمكان الذي قدم منه هؤلاء ما كانوا ليصلوا إلى المنطقة الحدودية لولا مساعدة من الجزائر بحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الخارجية. إلى حدود ساعة، يعني منذ حوالي تقريبا أسبوع، والحالة الإنسانية التي يعيش فيها هؤلاء بهذه المنطقة الحدودية هي يعني حالة بحسب ما وصف مجموعة من الناشطين الجمعويين هي حالة مزرية. لكن إلى حدود الساعة يعني لا زال التوتر قائما بين الطرفين. الجزائر تلقي باللائمة على المغرب، والمغرب يلقي باللائمة على الجزائر. ثمة معلومات صادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجهة الشرقية تقول أن السلطات المغربية أرغمت اللاجئين السوريين على الرحيل قسرا من التراب المغربي. هل لديك معلومات في هذا السياق أنس؟ نعم، يتم تداول هكذا معطيات بأنه تم ترحيلهم إلى الجزائر، وهو السبب الذي يعني ربما تم على خلفيته استدعاء السفير المغربي بالجزائر والاحتجاج عليه من طرف الخارجية الجزائرية، باعتبار أن المغرب يريد فقط يعني توريط الجزائر أو تشويه صورته بحسب بلاغ هذا يعني ما كشفت عنه وزارة الخارجية المغربية. في المقابل المغرب يعتبر أن يعني أنه لا دخل له في هذا الأمر، وأنه الجزائر تريد أن تزج به في هذا الموضوع بعدما يعني طردت هؤلاء الأشخاص ويعني جاءوا إلى تلك المنطقة الحدودية. أخبرك يعني حكيم أن الحدود البرية بين المغرب والجزائر هي مغلقة منذ سنوات، في حين الحدود الجوية هي مفتوحة بين الطرفين. ومؤخرا يعني كانت هناك مجموعة من الدعوات لفتح هذه الحدود. أشكرك جزيل الشكر من الرباط مراسلنا أنس رضوان. مساء الخير حكيم. يعني عاد التوتر من جديد ليطفو على العلاقة بين المغرب والجزائر. هذه المرة كان بسبب مجموعة من المهاجرين السوريين الذين حلوا بالمنطقة الحدودية التي تسمى فيجيك، مدينة شرق المغرب تسمى فيجيك، والمغرب يتهم الجزائر بمحاولة طردهم إلى المغرب، والجزائر بدورها تعتبر يعني تلقي باللائمة على المغرب. المغرب يعني استدعى السفير الجزائري واحتج عليه، واعتبر أن هذه المنطقة ووعورة التضاريس والمكان الذي قدم منه هؤلاء ما كانوا ليصلوا إلى المنطقة الحدودية لولا مساعدة من الجزائر بحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الخارجية. إلى حدود ساعة، يعني منذ حوالي تقريبا أسبوع، والحالة الإنسانية التي يعيش فيها هؤلاء بهذه المنطقة الحدودية هي يعني حالة بحسب ما وصف مجموعة من الناشطين الجمعويين هي حالة مزرية. لكن إلى حدود الساعة يعني لا زال التوتر قائما بين الطرفين. الجزائر تلقي باللائمة على المغرب، والمغرب يلقي باللائمة على الجزائر. ثمة معلومات صادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجهة الشرقية تقول أن السلطات المغربية أرغمت اللاجئين السوريين على الرحيل قسرا من التراب المغربي. هل لديك معلومات في هذا السياق أنس؟
نعم، يتم تداول هكذا معطيات بأنه تم ترحيلهم إلى الجزائر، وهو السبب الذي يعني ربما تم على خلفيته استدعاء السفير المغربي بالجزائر والاحتجاج عليه من طرف الخارجية الجزائرية، باعتبار أن المغرب يريد فقط يعني توريط الجزائر أو تشويه صورته بحسب بلاغ هذا يعني ما كشفت عنه وزارة الخارجية المغربية. في المقابل المغرب يعتبر أن يعني أنه لا دخل له في هذا الأمر، وأنه الجزائر تريد أن تزج به في هذا الموضوع بعدما يعني طردت هؤلاء الأشخاص ويعني جاءوا إلى تلك المنطقة الحدودية. أخبرك يعني حكيم أن الحدود البرية بين المغرب والجزائر هي مغلقة منذ سنوات، في حين الحدود الجوية هي مفتوحة بين الطرفين. ومؤخرا يعني كانت هناك مجموعة من الدعوات لفتح هذه الحدود. أشكرك جزيل الشكر من الرباط مراسلنا أنس رضوان.